في رمضان خبر سار وسعيد لأصحاب المعاشات وآخر مستجدات قرار تبكير صرف زيادة المعاشات. كل عام وسيادتكم بخير ونتمنى دائما أن تكونوا في أفضل حال. الجميع من أصحاب المعاشات ينتظر تبكير العلاوة وصرف معاشات شهر إبريل بالزيادة الجديدة وقدرها 15%. ونزف لكم خبر سعيد لأصحاب المعاشات. ويبحث الكثير من المواطنين من فئة أصحاب المعاشات عن خبر سعيد لأصحاب المعاشات، حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف العلاوة الدورية للعام الحالي 2023، والتي ينتظرها الكثير من المواطنين، حيث تم الإعلان عنها بعد إعلان رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة المعاشات الخاصة بالمواطنين بنسبة 15% في خلال شهور إبريل ومايو ويونيو، في خلال فعاليات ملتقى افتتاح المشروعات بالمنيا. وهذا وقد أشارت الوزارة إلى أنه يتم زيادة العلاوة الدورية 2023 بزيادة 15%، كما أنه يتم حسابها بزيادة النسبة المقررة على المعاشات. كما أوضحت الوزارة على أنه من المقرر أن يتم صرف العلاوة الدورية بداية من شهر إبريل بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك 2023، والتي ينتظرها الكثير من المواطنين حتى يقوموا بالعمل على توفير كل الاحتياجات الخاصة بهم في خلال شهر رمضان المبارك. كما أنه ومن جانبنا فقد أعلنت لجنة القوى العاملة بالبرلمان التابعة لمجلس النواب على إعطاء الموافقة على مشروع القانون الذي تم تقديمه من قبل الحكومة المصرية بشأن تبكير موعد صرف العلاوة الدورية للعاملين بالدولة من أصحاب المعاشات المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والذي تمت الموافقة عليه في مساء يوم الأحد الموافق 19 من مارس لعام 2023، بالإضافة إلى أنه قد وافق مجلس النواب على إعطاء علاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلى جانب زيادة الحافز للعاملين بالدولة بداية من شهر إبريل 2023. وتقدر الإشارة إلى أنه قد قامت هيئة التأمينات الاجتماعية بالتعاون مع وزارة المالية بالإعلان على أنه من المقرر أن يتم صرف معاشات شهر إبريل 2023 في يوم السبت الموافق 1 إبريل من خلال أماكنات الصراف التي تم تحديدها من خلال وزارة التضامن الاجتماعي. ويأتي صرف معاشات شهر إبريل بداية من يوم 1 إبريل المقبل، حيث يمكن أن تحصل على معاش الخاص بك بداية من يوم 1، ويتم الصرف وفقا للجدول التالي: يوم 1 و2 إبريل لأصحاب المعاشات أقل من 2000 جنيه، ويوم 3 و4 لأصحاب المعاشات الأقل من 3000 جنيه، ويوم 5 و6 لأصحاب المعاشات أكثر من 3000 جنيه. ويأتي صرف معاشات شهر إبريل بداية من يوم 1 إبريل المقبل، والذي يأتي في شهر رمضان المبارك، حيث انتظر أصحاب المعاشات قرار تقديم الصرف قبل شهر إبريل الماضي، ولكن يأتي الصرف في موعده مع أول أيام رمضان. ويمكن أن تحصل على المعاش الخاص بك بداية من أول أيام شهر إبريل من خلال البنوك الحكومية أو ماكينات الصراف الآلي، بالإضافة إلى مكاتب البريد، كما توفر التضامن خدمة لتوصيل المعاشات لكبار السن إلى المنازل. مرتبط أوقاتكم وكلم الجميع، وكل عام وسيادتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.